قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم الاثنين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات على المطرب المصري سعد الصغير، بالإضافة إلى تغريمه 50,000 جنيه، وذلك بتهمة حيازة سجائر إلكترونية تحتوي على مواد مخدرة. وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة في العباسية قد قررت تأجيل محاكمة سعد الصغير المتهم بحيازة سجائر إلكترونية تحتوي على مواد مخدرة في مطار القاهرة الدولي إلى يوم غد 25 نوفمبر. وكانت التحقيقات قد انتهت بشأن اتهام المطرب سعد الصغير بحيازة مواد مخدرة من نوعي الحشيش والترامادول بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونيا، ليتم إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته.